هي حاجة واحدة بس اللي هتعملها لما تكون مش مبسوط من مراتك، هي ايه؟ هي انك تتكلم. قول، عبر، قول انا مش مبسوط. ما تسكتش، ما تشيلش جواك، بس هو ده اللي مطلوب منك. وبرده مطلوب منك في حاجة مضايقاكي من جوزك، اتكلمي، عبري. ما تقعديش شايلة في قلبك وساكتة، لان احنا بنشوف ستات كتير تقولك انا بقالي شهرين مخنوقة منه، بقالي 3 شهور شايلة منه وساكتة. طب حضرتك شايلة في قلبك وساكتة ليه؟ يعني شهرين بتعملي ايه؟ ما بتتكلميش ليه؟ بتاكلي العيال ولا بتغسلي الغسيل؟ يعني مش فاضيه ليه حضرتك ان انت تعبري عن اللي جواكي؟ ليه ما بتقعدوش؟ ده كل العلماء والمختصين قالك ان لازم يكون في يوم في الاسبوع، يا سيدي يوم كل اسبوعين، يوم في الشهر، بس المهم لازم نقعد من فتره للتانيه نتكلم عن علاقتنا، مش عن العيال والمدارس، نتكلم عن علاقتنا احنا كازواج. يعني ايه اللي زعلك مني الفتره اللي فاتت؟ انت راضي عن كذا؟ طب ايه اللي مضايقك؟ طب في حاجه حصلت مني الفتره اللي فاتت اشتكي جوزي منه له، يعني اشتكي من جوزي له، مش بقى لاصحابي واخواتي، واشتكي مراتي لاصحابي وزمايلي في الشغل، لا، اشتكي منه له، اشتكي منها لها. نقعد كده نشتكي من بعض البعض، انت عملتي كذا ضايقني، نطلع اللي جوانا اول باول. لان لو ده ما حصلش هيحصل حاجه اسمها تراكمات. يعني ايه تراكمات؟ تراكمات دي انا بشبهها كده بالبقعه. يعني عارف لما تاكل حاجه، عارفه لما تبقي قاعده كده بتاكلي حاجه وتقع على هدومك، تبقى هدومك، لو قمتي غسلتيها على طول هتنضف على طول في ثواني، البقعه لسه ما نشفتش في الهدوم. لكن لما نطنش، هغسلها بكره، هغسلها بعد بكره، طب اخليها للشهر الجاي، هتيجي الشهر الجاي تغسلي البقعه، هتجننك البقعه علشان تنضف وتوجع ايدك، وممكن ما تطلعش، وممكن تسيب اثر. وهو ده اللي بيحصل في العلاقات. نيجي بعد فتره، اصل انا كنت متضايقه من كذا، اصل انا كنت شايله دي جوايا، والتراكمات دي بتهد في العلاقه بهدوء على البطيء، بتموت الجوازه بالبطيء. تيجي بعد سنه سنتين، بعد فتره، مش عارف ليه بقى في جفا بيني وبين مراتي، مش عارف ليه مبقتش طايقها، مش عارف ليه شايل منها. حضرتك ما طلعتش اللي جواك اول باول، حضرتك ما اتكلمتيش اول باول، قعدتوا تشيلوا لغايه ما بقى في جفا، بقى كل واحد شايل من التاني. جينا ننضف البقعه، البقعه ما طلعتش وسابت اثر وبوظت الجوازه.